السلام عليكم. انت كمدرس او حتى كطالب اكيد ساعات بتحس ان الحصه ممله، بتحس ان الطلبه مش مركزين معاك. طب ايه رايك نخلي التعليم عباره عن لعبه بسيطه؟ تقول اللعبه لعبه يعني ايه؟ يعني حضرتك بدل ما تديهم الاسئله بتاعه الدرس على هيئه اسئله كده حلوه في الواجب بايديهم، ممكن تعملها على هيئه لعبه بسيطه زي الالعاب اللي انت شايفها دلوقتي بتعرض قدامك على الشاشه بالشكل ده. طبعًا الموضوع ده مهم للطلاب في تنوُّع وتغيير نظام الأسئلة ونظام الامتحانات، مهم أكتر ومهم جدًا، جدًا، جدًا لو أنت شغّال أونلاين. النهارده في الفيديو ده هاشرح لكم موقع اسمه كاهوت، الموقع ده بيخلّي أي درس أو مراجعة كإنها مسابقة تفاعلية بين الطلاب، واللي بيكسب بياخد نقاط. تعالوا نشوف إزاي بنستخدمه. أول حاجة بادخل على المتصفح واكتب هنا فوق اسم الموقع اللي هو كاهوت بالعربي أو الإنجليزي، وباختار أول اختيار ده وباعمل log in أو sign up طبعًا لو أنا لسه أول مرّة بادخل. تمام، وباضغط على تسجيل دخول الإيميل. بيظهر معاك الموقع بالشكل ده. طبعًا تقدر تخش من هنا على discover دي بيجيب لك بقى كل الألعاب في كل المواضيع في كل المواد، علوم، عربي، إنجليزي، كل المواد موجودة هنا بألعاب تعليمية على معظم الدروس. خلّيني مثلًا أبحث معاك كده على درس من الدروس، حالات المادة من هنا من فوق من البحث. بيبدأ يظهر لي كل الدروس أو كل الحاجات اللي مكتوبة بالاسم ده. ندخل مثلًا على واحدة فيهم اللي هو علم العناصر ده. تمام، هتلاقي موجود جواه 1، 2، 3، 4 5 ألعاب. بادوس على start. هنا باختار نوع الطريقة اللي أنا هادخل بيها الكورس ده. أنا هاختار مثلًا self study عشان أجرب اللعبة وأشوفها الأول شكلها عامل إزاي. بيقول لي اكتب اسمك، باكتب اسمي واضغط على OK. بيحمل ثواني ويفتح معايا اللعبة بالشكل الجميل ده. تمام، طبعًا بأصوات حماسية جدًا، وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده باقدر إن أنا أقفل الصوت تمام عشان الموسيقى أحسن كده. هل أنت مستعد؟ طبعًا باقول له نعم عشان أبدأ اللعبة بتاعتي. أضغط على next من هنا. أنا بس باوريك شكل اللعبة، لسه هاقول لك إزاي دلوقتي تعمل بقى اللعبة وتبعتها للطلاب إزاي. نوع العنصر الخاص بوادي باكتب هنا الإجابة. تمام، الإجابة طبعًا مش كل الأسئلة بتبقى بالشكل ده، في أسئلة بتبقى أسئلة هتشوف دلوقتي اختيارية. ما الذي يمكن يحدث لوادي إذا أصبح الطقس حار للغاية؟ السؤال. طبعًا ده واضح من شكله أهوّة إن هو تلج. طبعًا ده هيسيح هيتحول لبُزاق مَيّة هينصهر، يبقى يتحول أو يمكن يتحول لبُزاق الماء الخاصة به إلى إيه؟ إلى بخار. تمام، إجابة صحيحة. وهكذا أكمّل باقي الأسئلة. تمام، نرجع كده من هنا. تمام، أختار هنا تاني discover وباختار بقى أي مثلًا هنا باختار نوع المادة math مثلًا. يجيب لي كل الألعاب اللي على الرياضيات بالشكل ده. تمام، أرجع تاني من هنا، اختار بقى اللغة مثلًا إنجليزي ألاقي مثلًا أو لغات تانية. تمام، طيب هو الموقع مثلًا إنجليزي بس؟ لأ، ممكن من هنا أقدر أغيّر اللغة. أضغط هنا على الرمز ده واختار profile settings من هنا، وأقدر هنا بكل سهولة إن أنا أختار اللغة العربية. بيتحول معايا لغة الموقع بالكامل للغة العربية زي ما هنشوف دلوقتي أهو. تمام، كل حاجة هنا اتحولت بقت باللغة العربية. تمام، طيب حلو أوي. طبعًا حاول بقى أنت تخش بقى الموقع كده تستكشف بقى أنت الأشكال والألعاب والحاجات اللي أنت عاوزها، وأي حاجة مش لاقيها ابحث هنا باسم المادة أو اسم الموضوع، هيظهر لك على طول الحاجة دي لو موجودة على الموقع. طيب خلّيني دلوقتي أنا محتاج إن أنا أبدأ لعبة كده أو لعبة موجودة زي ما إحنا قُلنا. هات اللعبة اللي إحنا كنا شغالين عليها من شوية دلوقتي. نبحث كده نكتب هنا حالات المادة. أشاركها إزاي مع الطلاب؟ هات مثلًا حاجة زي غيّر بقى المرّة دي هات مثلًا حاجة زي دي كده. تمام، باختار من هنا host live. تمام، أي اختيار من ده بيدخّلك برضه على نفس الحاجة بس بطريقة تانية. أنت مع الوقت هتستكشف الموقع وتعرف كل زرار بالضبط بيعمل لك إيه. تمام، باختار من هنا بقى شكل اللعبة اللي أنا حاببها تظهر للطلاب. شايفين حاجة مثلًا زي دي كده. تمام، باقول له جرّب دلوقتي، جرّب مجاني. هيظهر لي الشاشة بالشكل ده. بيبدأ بقى إن هو يعمل كود كده للعبة عشان تبعته للطلاب بتوعك. لمّا أقف عليه بيقول لي نسخ الرابط للمشاركة. أضغط عليه كده
تمام، كده بقى معايا لينك ابعته بقى للطلاب على الواتس. تمام، الطالب هيدخل على اللينك بالشكل ده. تمام، هيظهر مع الطالب الشاشه بالنظام ده. يبقى انت من على اللابتوب او الموبايل بتاعك بعت له اللينك على الواتس، هيجي هنا ويفتح اللينك بس هيظهر له بالشكل ده، مش محتاج يحمل اي حاجه، ويكتب اسمه عماد مثلا. تمام، ويتك هنا على اوكي. تمام، إيه، اقول له يس. تمام، حلو قوي كده، اللاعب دخل معاك او الطالب بقى موجود معاك. نرجع كده للصفحه بتاعتك انت بتاع المعلم، تظهر معاك بالشكل ده، موجود فيها هنا الاسم بتاع المشترك. طبعا لو اكتر من 2 او 3 او 4 تبعت لهم اللينك ويخشوا معاه. تمام، حلو قوي. اضغط هنا على بدء عشان يبدا اللعبه. تمام، بيشرح لك بقى اللعبه عباره عن ايه. تمام، اهو. حلو، خلينا نبدا ونشوف مع بعض اللعبه شكلها عامل ازاي، ونشوف الطالب هيظهر عنده ايه والمعلم هيظهر عنده ايه. تمام، بدأ شكل اللعبة بالمنظر ده. ده الشكل عند المدرس، مش ظاهر عندك أسئلة. الأسئلة عند الطالب. نفتح كده الصفحة بتاع الطالب ونشوف. هنا بقول كذا تبتكر إلسا أولاف. تمام، طبعا ده عبارة عن قصة كده أو فيلم، فهو واخد الفيلم ده وجايب صور للطلاب على هيئة لعبة. طيب، بيقول لي المصنوع من التلج. التلج هو الماء الموجود في أي حالة من المادة. طبعا التلج ده الحالة الصلبة. طبعا دي الصفحة بتاع الطالب. الطالب بيختار الحالة الصلبة. تمام، نرجع كده صفحة المدرس، هتلاقي بالايه بالشكل ده، وفي وقت هنا بيعد. طيب، خلينا كده نجاوب سؤال غلط عشان نشوف الفرق ما بين الاجابه الصح والاجابه الغلط. بيقول لي اي شخصيه في الفيلم ده مصنوعه من المياه في حياتها الصلبه. انا بختار اي شكل من الاشكال دي، طبعا ده. خلينا نختار مثلا دي كده. دي اجابه غلط. نشوف بقى اللي يحصل في اللعبه. عند المدرس بيظهر ايه معاك. الوحش ده بيقرب شويه من الغواصه دي. كل ما جاوب غلط بيقرب شويه، يقرب شويه. يجاوب صح بتبعد اكتر، وهكذا لحد ما اللعبه ايه تنتهي. ده شكل واحد بس من اشكال الالعاب. طيب تمام، نطلع من دي كده ونشوف ليه الصفحة اللي قبل كده. اقفل من هنا يرجعني للصفحة الرئيسية، واقفل من هنا يرجعني للصفحة الرئيسية خالص اللي في البداية. طيب، انت بقى خش كده على الموقع واستكشف بقى مع نفسك. هتلاقي الموقع فيه حاجات جميلة جدا وممتعة جدا. الموقع ده مش مجرد موقع لعبة يا جماعة، ده موقع قوي جدا بيخلي موضوع التعليم يعني حاجة ممتعة، ويخلي فيه منافسة بين الطلاب. لو انت عندك كذا طلاب شغال معاهم، بتلاقي الموضوع فيه منافسة، وانا عايز اكسب زميلي واطلع الاول والتاني وهكذا. الموضوع جميل جدا وممتع جدا، ويفيد اكتر زي ما احنا قلنا المعلمين الاونلاين كمان. يعني ده ممتاز جدا للاونلاين. طيب، خلينا دلوقتي انا ما لقيتش اللعبه اللي انا عاوزها، او انا عاوز اعمل لعبه بنفسي. اعملها ازاي؟ باجي هنا وادوس على كرييت. تمام، واختار هنا كهوت اول واحده. هتلاقي هنا في حاجات عليها نجمه وفي حاجات ما عليهاش نجمه. لاحظ ان اي حاجه لها نجمه دي، النجمه دي يعني مدفوعه، يعني لازم انت تحدث، لازم تدفع فلوس عشان تاخدها. احنا خلينا في المجاني اللي هو البلانك ده. تمام، بيظهر معاك الموضوع بالشكل ده. هنا بكتب اسم السؤال. تمام، السؤال المطلوب. وبكتب هنا او بختار هنا الصوره المناسبه بتاعه السؤال، اي صوره. تمام، او لو انا عندي صوره مثلا على الجهاز اختارها، ما فيش اي مشكله. تمام، اختار صوره مثلا زي دي، اشوف صوره مناسبه واختارها للسؤال اللي انا هساله. على سبيل المثال مثلا نختار ده عشان ما نضيعش وقت. وبكتب هنا السؤال. عشان الموضوع يكون سهل معاك، انت خلي الاسئله تكون جاهزه معاك في ملف وورد مثلا زي ده كده. انت معاك ملف موجود فيه 10 اسئله، 5 اسئله، 20 سؤال، زي ما انت عاوز. وباخد بس ده كوبي كده وارجع للموقع. احط هنا السؤال. عندي بقى 4 اجابات، بختار برضو. باخد دي كده نسخ، واحط مثلا الاجابه الاولى. تمام، ونظام المغلق والاجابه الثانيه. تمام، وهكذا احط كل الاجابات في كل واحده، احط اجابتها في ثواني، مش هياخد منك وقت. انا خلصت اول سؤال، ادوس على السؤال اللي بعده. بختار من دول. خلي بالك الحاجات اللي هي عليها نجمه دي نوع انواع الاسئله. طبعا في انواع كتير جدا من الاسئله، بس اللي عليه نجمه ده مش مجاني، ده مدفوع. تمام، كويز ده اللي هو الاختيارات، 4 اختيارات. طب وده ترو الفورس يعني صح ولا غلط. تمام، خلينا في الاختيارات. تمام، ضاف لي كده السؤال الثاني، ده اللي فوق الاولاني اللي احنا عملناه، وده السؤال الثاني. هاجي برضو هنا. تقدر برضو ان حضرتك تقدر تعمل، لو انت عايز تعمل الاجابه دي تعمل لها صوره من هنا، اضغط عليها يظهر لك ان انا عندي الصوره. تقدر برضو تختار صوره مناسبه للسؤال. لو مش عاوز خلاص، دي حاجه ترجع لك انت. تمام. طيب بقى حاجه مهمه جدا جدا، واللي هي انا عملت السؤال دلوقتي بس انا ما حددتلوش فين الاجابه الصح. لازم احدد الموقع الاجابه الصح ايه، وبالتالي هعرف اذا كان الطالب جاوب اجابه صحيحه ولا خاطئه. تمام،
باعلّم باعمل كده إزاي، باجي على الإجابة الصح هتلاقي واقف كده واقف على السؤال اللي فيه علامة صح، يعني دي الحاجة الإيه، الصح أعلّم عليها كده، تمام، ظهرت لي برقم ظهرت لي علامة صح يبقى ده السؤال أو دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده تمام، اللي هو ده، أضيف له برضه مثلًا صورة، تمام كده، من هنا، طبعًا دي كلّها نجوم مدفوعة مش مجانية، لكن طبعًا هنا في حاجات كتيرة جدًا. أنس بلاش ده موقع تقدر تبحث عليه على الصور المناسبة، زي مثلًا بطاقة، نكتب هنا الاسم ونشوف كده هيظهر إيه، ظهر مثلًا حاجة زي دي مثلًا على سبيل المثال، أيوه مثلًا، تمام، هتظهر لي هنا بالشكل ده، تمام، أضيف هنا سؤال جديد لو أنا عاوز add من هنا وأكمّل بقى زي ما أنا عاوز. طيب حلو أوي، طبعًا ده الوقت 10، 15 ثانية وقت الإجابة بتاع الأسئلة، تمام، حلو، بعد ما خلّصت وعملت كل حاجة أقدر أضغط من هنا على preview عشان أشوف شكل الامتحان أو شكل الأسئلة هيبقى عامل إزاي، تمام، ده السؤال التاني إحنا اخترناه، بارجع من زرار escape في لوحة المفاتيح، ده السؤال الأولاني اللي إحنا عملناه، تمام، طيب خلّصت، طبعًا قبل ما نخلّص هاقول حاجة بس بسيطة، ده إيه الثيم أو ده الشكل العام بتاع الأسئلة، شايفين؟ الموضوع سهل جدًا ما فيش فيه أي صعوبات، تمام، باختار الشكل اللي أنا عاوزه، طبعًا ده أي حاجة عليها نجمة، طبعًا زي ما إحنا قُلنا دي هتبقى إيه، مدفوعة. طيب حلو، بعد ما خلّصت وعملت كل حاجة، أدوس على هنا save عشان يحفظ لي بقى اللعبة دي، هنا بيقول لي إيه الcorrect answer ما اخترتهاش، يعني أنت سِبت سؤال كده مفتوح، لأ، هاعمل fix عشان بقى إيه، أغيّرها، بيقول لي معرفة الطاقة الداخلية للنظام، مجموع طاقتي الوضع والحركة من هنا، تمام، يعني لو غلطت ونسيت حاجة الموقع بيراجع معاك وبيعرّفك الصح إيه وأنت تعدّله. نضغط بقى على save، بيقول لي حدد عنوان للعبة، أقول له مثلًا الأنظمة، تمام، واختار continue من هنا، تمام، هنا بيقول لك أنت عاوز تشاركها مع الطلاب والّا لأ، أدوس على share، تمام، وباختار من هنا الlink copy عشان أبعته لهم مثلًا على الواتس أو أي جروب تليجرام أنا شغال معاهم عليه، تمام، بادوس على done من هنا، تمام، دي لعبة أو ده امتحان كنت عامله قبل كده، وده اللي إحنا لسه عاملينه مع بعض دلوقتي بتاع الإيه، الأنظمة. اللي أنا بقى عملته بالاقيه فين؟ دي مثلًا الصفحة الرئيسية، أول ما أخش على الموقع الصفحة الرئيسية بيظهر لي بالشكل ده، فين بقى الألعاب اللي أنا عملتها؟ باختار من هنا اللي هي الlibrary المكتبة بتاعتي أو الأسئلة اللي أنا إيه، عملتها، أقدر آخد اللينك زي ما إحنا عارفين، زي ما إحنا قلنا دلوقتي، تمام، share من هنا، أضغط copy لللينك أبعته للطلاب على الواتس يدخلوا عليه وهكذا. أنت خش على الموقع بقى واستكشف كل الألعاب وكل الأشكال والحاجات اللي فيه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، والسلام عليكم.